صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. طلبت مني المبروم، ما اقدرش اخر لكم طلب. طبعا انا بقول عليه المبروم لكن حضراتكم بتقولوا عليه الكسكسي، احنا هنا بنقول عليه المبروم. فما اقدرش اخر لكم طلب يا اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى عملت لكم المبروم الاصلي الصح، ولو ما عندكيش الدياره بتاعه المبروم هتعمليه في الخلاط بمنتهى السهوله، وسهل وسريع ومن غير حله بخار خالص. في بدايه الفيديو كده هوريكي بعض المخبوزات اللي احنا عملناها على قناه، وكذا فيديو كده، وهسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعه، هتضغطي على العنوان مره هيظهر لك كلمه المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصفحه المميزه. اتمنى تحطوا لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بداية كل فيديو: الوصفة مش مجرد مقادير بناخدها من صندوق الوصف. الوصفة يا ست الكل عشان تضمني ان هي تنجح معاكي يبقى لازم نشوف الفيديو من البداية للنهاية. ويلا بينا ويلا بينا. مبدئيا كده الاول هنلزق المصفى في الحلة. طبعا الحلة فيها نصها مية او يعني تلتينها مية. احنا طبعا لو هي المية قلت اثناء المبروم هو على النار بزود عادي فوق المصفى كده، يعني بملى شفشق وادلقه من فوق المصفى. بعد كده هنعمل مناديل ورق زي ما انتم شفتينه كده، واطبقها كذا تطبيقه. احنا كنا الاول بنعمله بعجين، يعني بنجيب عجينه كده ونعجنها ونلزق الفاصل بين المصفى وبين الحله بمنتهى السهوله. الحاجه بقى الجديده جبنا مناديل وطبقناها علشان نريح نفسنا زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هنحطها على النار تغلي لحد ما نعمل المبروم بتاعنا. معانا 600 ملي من الميه بيعادلوا 3 كوبايات من مج الشاي العادي، عليهم معلقه ونص صغيره من الملح، وابدا ادوبه كويس قوي. ومعانا 2 كيلو من الدقيق. بالمناسبه يا جماعه ينفع تعملي دقيق الغله عادي مفيش اي مشكله، وينفع برضو تعملي المبروم بالدقيق البلدي اي دقيق عندك. بس الفرق بين ده وده ان ده بيبقى لونه فاتح شويه اللي هو الزيرو، بتبقى جميع الاستخدامات. لكن الدقيق البلدي او دقيق الغله بيبقى غامق شويه، لكن ينفع عادي مفيش اي مشكله. طبعا الصورة خير دليل. شايفين انا بعمل ازاي؟ برش كده، يعني يا ريت يكون لو في حد عندك يرشلك كده يبقى احسن علشان ايدك ما تنبلش من المية، لكن ما فيش حد معايا فانا ايه بقيت اعمل نفسي كده. شايفين انا بعمل ازاي؟ طبعا الصورة خير دليل، وانتوا شايفين احنا بنعمل ايه. واقول لك ان شاء الله كل التفاصيل والتكات المهمة في المبروم علشان يطلع معاكي ناجح من اول مرة. بس يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش تدعميني باشتراكك اللي زي الفل زيك كده. والف الف شكر كده على الكومنتات والدعوات الحلوة اللي انتوا بتبعتوها لي. فعلا مفيش كلام بعد ان انتوا اجمل متابعين في الدنيا واجمل اخوات في الدنيا. ربنا يا رب ديمكم نعمة في حياتي. ونرجع للفيديو بتاعنا. شايفين بنعمل ازاي؟ اهو نفس الحركة دي التاني بتعمليها كده لحد ما تخلصي 3 كوبايات مية. 3 كوبايات مية يا جماعة اللي هي من مج الشاي العادي، يعني مش كوبايات معيارية ولا أي حاجة خالص. ببدأ أفتتها كده. بالمناسبة يا جماعة في ناس بتعمله في الخلاط، يعني بتاخد الدقيق كده تحط شوية في الكبة وتحط عليه شوية مية ويعملوه، بس أنا ما بحبش الطريقة دي. طيب ليه؟ لأن المبروم الصح يا جماعة بيبقى فيه بلورات حبيبات كده، مش بيبقى ناعم، علشان لما تيجي تاكليه ما يبقاش ناعم تحت بقك كده مش حلو خالص. لازم أن يبقى فيه حبيبات. فالطريقة دي بتاع الخلاط مباشر الدقيق وفوق مية لا مش بتعجبني. هقولك يا ست الكل، لو ما عندكيش الديارة أو المنخل بتاع المبروم تعمليه في الخلاط بمنتهى السهولة. شايفين انا وصلت المرحلة دي؟ شايفين انا بعمل ازاي؟ لازم تعملي كده، ما بيتعجنش يا جماعة، بيتبس زي ما بس كده. وبعد ما خلصته كله كده ونبدأ نجيب الديارة بتاعتنا. يعني ايه ديارة يا ست الكل؟ الديارة دي بتبقى عاملة زي المنخل زي ما انتوا شايفينها كده، بس الفتحات بتاعتها واسعة اهو زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ هاخد الخليط وبعديه عليها زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين الموضوع سهل سهل. طيب ما انا ما عنديش الديارة دي، انت عمالة جايبانا البتاعة دي نعمل ايه؟ هقول لك يا ست الكل، اهو شايفين طبعا بيفضل شوية فوق كده على الوش، طبعا مش بنرميهم يا جماعة. هقول لك هنعملهم مبروم ازاي تاني، يعني مفيش حاجة هنرميها خالص ولا فتفوتة هنرميها من المبروم بتاعنا. طبعا الجو الشتاء يا جماعة يعني عايز مبروم، يعني عايز مبروم بقى سواء بالحليب أو بالشوربة البط. احنا هنا بنعمله الصراحة باللحمة وشوربة البط والكلام ده، لكن في بعض الناس بتعمله باللبن والسكر. يا سلام بقى تحطي زبيب وجوز الهند انسي بقى، يعني تحسسك بالدفى كده، حاجة فعلا من الآخر. شايفين بفرك فرقات. أنا في الأول كده عملت نص الكمية،
لازم ما تحطش المبروم ده على النار، لازم يكون المية غلت، ما ينفعش ان انا احطه قبل ما المية تغلي اللي احنا حاطينها على البوتاجاز. شايفين اهو، دي كانت يا جماعة نص الكمية. شايفين؟ خلوا بالكم ان في مرحلة تانية هنضيف مية تاني، يعني بعد ما نحطه مرة على النار هنرجع نقلبه تاني ونضيف مية تاني. بعد كده بجيب قماشة خفيفة او شال، ده شال خفيف خالص اهو، لازم يكون خفيف، وابدأ احط المبروم فيه. طبعا هو مفرده، طبعا انا هحطه على النار دلوقتي وهوريك هنحطه ازاي يا ست الكل. واي استفسار عايزاه ابعتيلي وانا بجاوب يا ست الكل على اي كومنت، بجاوب عليه ان شاء الله. ونروح للنار بتاعتنا والمية اللي غلت بتاعتنا. بعد ما المية غلت شايفين البخار طلع ازاي؟ بس يا ست الكل خلي بالك شايفين الشوكة احنا بنحط دي علشان تخلي القماشة بتاع المبروم يعني متقنطرة كده يعني متقنطرة، يعني عالية كده، مش راسخة على الاخرام بتاع المصفى، علشان ما تكتمليش البخار فالمبروم يعجب مني. مش عايزين حلة بخار ولا الكلام ده خالص، هنعمله بمنتهى السهولة. بالمناسبة يا جماعة انا مش بحب حلة البخار دي خالص، بحس ان هي لها يعني حز عالي كده، جنب عالي، فبتعجن المبروم. انا بحب ان انا اعمل بالمصفى دايما. بعد كده بفرده اهو وابدا اغطيه، ما احطش المره الجايه قبل ما البخار يطلع، لازم قبل ما احط المره الجايه لازم البخار يكون طلع على المبروم ده. بس خلي بالك يا ست الكل، وعي الميه اللي في الحله تنقص، يعني تخلص خالص، يعني بتحسي كل شويه كده لو انت حسيتي ان هي تخلص تزودي ميه في المصف في الحله. زي ما انت شايفين اهو. بعد ما خلصت الكميه التانية ببدا احطها، بس حطيتها وقت ايه؟ بعد ما البخار طلع زي ما انت شايفه يا ست الكل كده اهو. بدات احط الكميه التانية. شايفين انا بفرد ازاي؟ طيب بيقعد قد ايه بعد ما بحط المبروم كده؟ هتغطيه وتسيبيه نص ساعه بس. خلي بالك يا ست الكل تبصي على جناب المناديل دي، لان من الصهد كده فبتنشف منك. انا جايبه بخاخ ميه، كل شويه ببخها بميه كده واضغط عليها بمعلقه كده علشان ايه؟ ما تنفسش البخار، لان البخار لو طلع منها مش هيطلع على المبروم، مش هيسويه. فخلي بالك من النقطه دي. وممكن تستبعدي، شايفين؟ ممكن تستبعدي المناديل وتعمليها بعجين، مفيش مشكله خالص. طيب زي ما انتم شايفين اللي طلع من المنخل اللي انا كنت بنخله، طبعا مش هنرميه، بفتته كده وهجيب معلقتين دقيق وهعمله في الكبه. الفكره دي ممكن تعمليها لو انت ما عندكيش المنخل بتاع المبروم اللي انا بعمل بيه دي، اللي انا بعمل ده بوه ده يعني معلش يا جماعه أنا مش عارفه فيه ايه. اهو بحط معلقتين دي وببدا اعمل الكبه. لو انت ما عندكيش المنخل ده هتبداي تعملي زي ما انا بعمل كده. بس في حاجه هقول لك عليها يا ست الكل، تضربي ضربات متقطعه، يعني ما تتكيش جامد على الكبه علشان تبرول معاكي، تبقى بلورات كده ما ينعمش منك. وكمان علشان ما يعملش عجينه معاكي. شايفين انا هعمل ازاي؟ شايفين اهو زي ما انا بعمل كده علشان تنعم معاكي اهو. ببدأ أعملهم كلهم وأرجع تاني أحطهم على المبروم اللي أنا عملته على النار، يعني مفيش حاجة بترتمي أبدا أهو. يبقى كده ما رمناش حاجة خالص أهو. شايفين مبروم ده ولا مش مبروم؟ زي الفل. زي ما انتوا شايفين كده بدأت أكشف بقى طبعا البخار أهو طالع أهو. بسيبه نص ساعة بس، أهم حاجة البخار يطلع، مش نص ساعة والبخار ما طلعش يبقى في حاجة، يبقى البخار منفس من أي جنب. شايفين بيطبل ازاي؟ بحس ان انا بعمله اطبل لكم عليه كده، يعني بيرن كده. يبقى كده استوى، عايز يشال. طبعا المرحله الاولانيه لسه هنروح نحطه تاني على النار. شايفين؟ اجيب صينيه كده، وبعد ما جبت الصينيه بصراحه حسيت انه هيتدلمق، وجبت طبق ايه غويط وحطيته فيه زي ما انتم شايفين. الخطوه دي اختياري يا جماعه، معلقتين زبده كده، ما تخيلوش بقى يسيحوا كده من المبروم، والريحه بقى اللي طالعه مع ريحه المبروم فعلا تحفه. لو حابه تعملي الخطوه دي اعملي، انا دايما بعملها يا جماعه علشان بتخلي المبروم ريحته حلوه قوي. الزبدة يعني بتسيح بحرارة المبروم معايا، ببدأ أقلب وأفرفط المبروم معايا. شايفين مش معجن، يعني مش مكتل ولا أي حاجة، تكتيلات بسيطة كده وبعمله. طيب في الخطوة دي كمان كوبايتين مية ساقعين كده يعني من الحنفية عادي، وأبدأ أرشرشه كده وأبس تاني، علشان طبعا المرحلة دي لازم برضو عشان لو في أي دقيق ولا حاجة يتبس معايا. في الوقت ده طبعا انا هزود الميه اللي على النار. دلوقتي انا مغطيه عليها وسايباها على النار، ما طفتش عليها، عشان هرجع احط المبروم تاني. المبروم ما خلصش لسه، في مرحله تاني بنرجع نوديه على النار تاني. بس بزوده ميه علشان الميه ما تنشفش، بزود الحله ميه. شايفين؟ في الوقت ده خد قد ايه ميه في المرحله دي؟ خد كوبايتين اتنين بيعادلوا 400 ملي من الميه. شايفين انا بعمل ازاي؟
لو في اي تكتلات ولا حاجه اضغطي عليها بايدك كده بتتفكك، مفيش اي مشكله خالص. طب يا ستي الكل، انا جديده لسه وعملت المبروم مني واتكتل مني بقى كتل كده، واعمل فيه ايه؟ ما بص ولا حاجه يا ست الكل، كل حاجه لها عندنا حل. هتاخدي الكتل دي وعلى الكبه تحطيها شويه بشويه كده، وتحطي كل مره عليها معلقه من الدقيق، وتضربي ضرب متقطع كده هيفك معاك ويبقى زي الفل. وترجعي تحطيه تاني ايه في القماش على النار، يعني مفيش اي مشكله، يعني هتعملي ملكيش اي حجه. اللي بيخاف يعمله يا جماعه سهل خالص، في دقايق تقدري تعمليه. شايفين؟ في الوقت ده بقى بحطه تاني في الشال اللي انا حطاه فيه، وارجع اعيده تاني على النار. اهو انا مغطيه طبعا عشان كان غلا. شايفين؟ الشوك دي يا جماعه يعني لازم تحطيها ازاي، شوكه بقى او معلقه او اي حاجه اللي بقى يعني ايه، تقنطري البتاع تخليه ايه عالي شويه. شايفين؟ اهو ببدأ اعيده تاني واغطيه لحد ما البخار يطلع كمان نص ساعة. بس خلي بالك ان البخار ما يطلعش من التقفيلات اللي احنا عاملينها بالمناديل. لو ما عندكيش مناديل قفليه بعجين، مفيش اي مشكلة خالص. شايفين؟ خلاص استوى معايا اهو. شايفين البخار طلع ازاي؟ كده استوى تماما. هنشيله بقى خالص من على النار اهو. في تكايه برضو حابه اقول لك عليها. شايفين الشاي لما نشيله بيبقى لازق فيه مبروم كده؟ طبعا هيرتمي؟ لا طبعا برضو مش هيرتمي يا جماعه، الدنيا غلا، مش هنرمي حاجه خالص، حرام ان احنا نرمي اي حاجه. هقول لك هنعمل فيه ايه اهو، هوريهولك برضو دلوقتي. انا حابه ان انا والله اقول لك كل التفاصيل الصغيره قبل الكبيره. شايفين اهو لازق اهو. هقول لك هنعمل فيه إيه. هنسيبه يبرد بس على جنب كده لحد ايه ما بس المبروم شويه كده اهو. شايفين مفرفط ازاي بفضل المعلقتين الزبده اللي احنا حطيتهم، مخليه المبروم مفرفط معاكي ومش لازق مع بعضه كده ومعجن. شايفين؟ يعني انا دلقته بس اهو وما فرفطتوش وهو مفرفط لوحده بسبب معلقتين الزبده. ما تخيلوش الريحه اللي انا شماها يعني، ما تخيلوهاش بصراحه. انا برضه هستنى منك كومنت لما تعمليه وترجعي تاني تقولي رايك فيه. شايفين؟ تقدري بقى تعمليه بلبن. حد هيقول لي ممكن اعمل المبروم بلبن، اقول لك لو عملتيه بلبن لازم تاكليه يومها. بتاع اللبن يا جماعه مش بيعيش خالص، يعني ما ينفعش لو حطيه في التلاجة يوم ولا اتنين بيعمل ريحه، لكن ده تقدري تحتفظي بيه اسبوع في التلاجة من غير اي حاجه، مش هيجرى له اي حاجه خالص. حابه تعمليه بلبن، هتحمري شويه في يعني في قطعه زبده كده، وتزوديه بلبن بقى بسكر زبيب بجوز الهند، ما فيش اي مشكله خالص. شايفين؟ اهو. نرجع بقى للشال واللي لازق في الشال هنعمل فيه ايه اهو. شايفين؟ ببدأ ايه اطلعه بالمعلقة كده، وبعد كده نعمل ايه، هحطه على الكبة، يعني شو احطهم في الكبة وعليها معلقة صغيرة من الدقيق، ويعني طرب متقطع كده يبقى مبروم مية مية. وارجع بقى تاني خلاص احنا شلنا المبروم ولا على النار، نعمل فيه ايه؟ اما تيجي ست الكل تحمري المبروم على النار، هتحطي ده الاول وتحمريها في شوية زبدة كده، وبعدين جيت تصبي المبروم التاني عليه، مفيش اي مشكلة خالص. يبقى كده ما رميناش اي حاجة خالص، كبيرة وصغيرة يعني استخدمنا كل حاجة اهو. هوريكي برضو بعد ما اضربه في الكبة شكله ايه، يرجع تماما اكنه مبروم عادي، مفيش اي مشكلة خالص اهو. بعد ما ضربته شايفين اهو، مفيش اي مشكلة، سهل وبسيط، ويعني ايه تقدري تعملي في دقايق معدودة. وبعد ما خلصت الكمية ما شاء الله عليه، تقدري قلتلك تحتفظي بيه في التلاجة يعني اسبوع ما جروش اي حاجة خالص. زي ما انت حباه يا ست الكل، تاكليه بقى بلبن بشوربة، يعني في ناس بتاكله بكده وفي ناس تاكله بكده. وطلبتوه مني وان شاء الله النهاردة عملته لكم، وهستنى برضو منك كومنت لما تعمليه وتفرحيني كده وتقولي نجح معايا من اول مرة. واسيبكم في رعاية الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.